كل الناس بتقولك عشان تشغل ذكاء اصطناعي محل على جهازك محتاج تبيع كليتك وتشتري تجميعة ب100,000 جنيه. النهاردة أنا جاي أقولك إن كل الكلام ده بلح. هوريك إزاي حولت اللابتوب بتاعي كور اي 3 غلبان لمساعد مبرمج خارق بيشتغل من غير الإنترنت وبسرعة السرعة. سر في حاجتين: كوين 2.5 كودر، ده موديل معمول مخصوص للبرمجة، بيفهم كل لغات البرمجة تمام، وأولاما، وده اللي هوريهولك دلوقتي. اول حاجه انت محتاج تروح لاولاما. بعد ما هتروح لاولاما هيظهر لك كده. اولاما ده بقى هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر، وظيفته انه بياخد موديلات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ويشغلها عندك. بعد كده انا هبحث عن كوين كودر، كوين 2.5 كودر، ده بقى اللي معمول للذكاء الاصطناعي. عندك ذا ليتست سيريس اوف كود سبيسيفيك كوين موديل، تمام كده. عندك كذا حاجه كذا حاجه. انا حرفيا عملت بقى حاجه مهمه جدا. انا عملت بول لل 1.5 وال 0.5. لو عملت كده كوبي بيقول لك اسم الموديل، تمام. انت محتاج تيجي وتعمل الامر ده اللي انا هسيبه لك تحت. بتقول له ايه؟ بتقول له اولاما بول واسم الموديل بتاعك، تمام كده، تمام. البي دي معناها بليون، او اللي هي فاهم كام موديل او فاهم كام حاجه، وده حجم الموديل والكونتكست بتاعه، وبياخد الانبوت تكست بس، تمام كده. بعد كده انا رحت عشان اثبت كلود كود. انا رحت عشان بصراحه اثبت كلود كود. لو رحت كده كلود كود وكتبت جنبه نود جي اس انستول كلود كود، رحت بصراحة وثبت كلوك كود وحاولت اشغله، تمام كده يا معلم. حاولت اشغله، طب اشتغل، وبس بقى زي ما قلت لك انه بقى الجهاز مراوح ما بتخلص. فانا حليت المشكلة دي ازاي؟ انا بكل اختصار رحت حملت اضافة على فيجوال ستوديو كود الجميل بتاعنا العادي. خلينا اجيب فيجوال ستوديو كود على الشاشة دي. الاضافة دي اسمها ايه؟ الاضافة دي اسمها كونتينيو. كونتينيو دي اضافة جميلة جدا على فكرة، اللي هي الاضافة دي. عملت كده، خلينا نكبر بقى كونتينيو، تمام. جاب لي كده السلكت موديل بتاعي، وهبدا اسلكت وهبدا اختار الدنيا، تمام كده. دلوقتي بقى ركز معايا في خطوتين مهمين جدا. شايف زي ما شايف هو بيقرا الاريا وبيجيب لك سجلات المشاريع وبيجيب لك كل حاجه. انت محتاج الاول تروح هنا على السيتنج، وتروح على الكونفيج، وتروح على اللوكال كونفيج. هيفتح معاك config دوت يامل. بص، انا عملت هنا حاجه مهمه جدا 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 جدا. انا قلت له النيم كوين كودر 1.5، الموديل ال 1.5، تمام كده. ده في الشات وفي الايديت والابلاي. يعني لما تيجي تعمل تعديل على الكود، او انا بتشات معاك في حاجه، او انك بعمل ابلاي في حاجه، هتخش تعمل كوين كودر 1.5. لكن لما بتيجي توتو كومبليت بتجرب كده، تمام كده. ده بكل اختصار. بقيت بفتح كوين كده وارجع باك واعمل جديد واختار من هنا وابدا اتشات معاه، تمام، كاني فاتح اي اي موديل وشغال بيه. بس انت محتاج تحمل حاجه، محتاج تعمل داونلود لاولاما. طب ليه؟ لو جيت كده انا فتحت لك اولاما هنا. لو انت مش عايز تعمل كل ده وعايز تستخدم بس الذكاء الاصطناعي كمحل عندك، انا هستخدم هنا مثلا، هقول له هاي، هيرد عليا في ساعتها. هل له هو كان assist you give me a capital of Egypt. انا اقول له اديني ايه؟ عاصمة مصر. the capital of Egypt is Cairo، تمام. لو جيت بقى كلمته بالعربي واقول له قول لي عاصمة مصر، عاصمة مصر هي القاهرة. يبقى انت لو عايز تتشات مع شات موديل بشكل طبيعي تستخدم اولاما، تمام كده. انا ممكن افتح لك بقى مشروع نيكست ومشروع فلاتر دلوقتي ونقعد ونجرب والكلام ده كله، بس ده مش الهدف، وده مش الهدف من الحلقة. اتمنى تكون حلقة فادتك وتكون خفيفة على قلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.